محتاج الساندوتش بتاعك سنجل ولا دبل، ومحتاجه كومبو ولا عادي. دول سؤالين بنسمعهم تقريبا في اغلب المطاعم دلوقتي، بلس ان احنا دول اصلا بيرفلكت التو ديفرنت اكسبريشن معروفين جدا في السيلز، الا وهما الاب سيلينج والكروس سيلينج. عشان نسمبليفاي الموضوع وتبقى كل حاجه واضحه بالنسبه لنا، الاب سيلينج انا عايز اتبع لك حاجه من نفس المنتج او نفس البرودكت تديك نفس الفاليو، ولكن ممكن يكون ضعف الكميه بس مش ضعف الفلوس. انت هتدفع اكتر، هزود الفاليو بتاعت الفاتوره بتاعتك، ولكن مش بضعف الفلوس، مقابل انك تاخد ضعف تقريبا الكميه او كمان تريبل، اللي احنا بنسميها ضعطاني عرض. فهو الفكره كلها هو يديك تقريبا دبل، يعني شريحتين مثلا بدل من شريحه واحده، بدل ما تدفع 100 جنيه مثلا تدفع 150. فانت بالنسبه لك انا ما دفعتش 200 وخدت دبل الكميه. الحاجه الثانيه الكروس سيلينج. الكروس سيلينج ان انا هديك اكتر من منتج يساتسفاي برضو النيد بتاعتك، اللي هي ان انت جعان وعايز حاجه تاكلها تشبعك، فهيبدا يقول لك تاخده كومبو ولا عادي. يعني ايه كومبو ولا عادي؟ يعني هيحط لك معاه مثلا بيبسي وفرايز، فبالتالي ان هو كده بيضيف لك 2 او 3 ايتمز مقابل انك تدفع برضو 50 جنيه زياده كمان او 70 جنيه، فانت بتقول ما جاتش عليها. في نفس الوقت انا برضو هبقى شبعان ومبسوط، خدت البيبسي بتاعي وخدت الفرايز بتاعي، هبقى مور ساتسفايد وهشبع اسرع. دي الفكره. طيب هل احنا بنعمل ده في الدعايه الطبيه ولا لا؟ بنعمله مع الدكاتره في صوره لينكينج لديفرنت بيشنت بروفايل او ديفرنت برودكت. هديك مثال. لو انت جيت مثلا دخلت الدكتور بطنه وانت معاك دواء ضغط ومعاك دواء سكر، فبتتكلم مع الدكتور ده في الاول: يا دكتور، العيان اللي بيجي لحضرتك سنه مثلا سي فوق ال 40 سنه وبيعاني من ان هو عنده البلاد جلوكوز ليفل بتاعه عالي او الاتش بي اي 1 سي بتاعه عالي، وبتتكلم على الدواء بتاع السكر بتاعك ومميزاته. بعد كده هتعمل لينكينج بين نفس البيشنت بروفايل ده، اللي غالبا العيان اللي بيبقى عنده سكر غالبا بيبقى معاه برضه ضغط لو هو elderly بيشنت، تتكلم على البرودكت التاني. فانت كده عملت الكروس سيلينج، هتخلي الدكتور يكتب لاثنين ادويه مختلفين. طيب ازاي نعمل اب سيلينج؟ ده هتلاقيها مثلا قريبه شويه. لو انت معاك مثلا دواء انتي هيستامين، معاك دواء مثلا مسكن او حاجه، تبدا بقى تتكلم مع الدكتور ده على ديفرنت بيشنت بروفايل. مثلا البيشنت الاولاني هياخد جرعه عاديه مثلا قرص صبح وليل، في بيشنت تاني محتاج جرعه تانيه، ان هو مثلا هنحتاج ان احنا نزود الدوز، فبالتالي انت هنا بتتكلم على كونسامبشن لعدد من البوكسز واليونتس اكتر. فده ممكن نسميه الاب سيلينج. او ان انت مثلا هتشفت الدكتور ده من الدواء، مثلا هو كان بيكتب دواء رخيص او دواء جينيريك، لان هو هتخليه يكتب دواء براند، بحيث ان هو العيان ده ياخد فاليو احسن وتبقى كواليتي افضل، ولكن العيان ده هيحتاج ان هو ابجريد البرايس بتاعه، ان هو مثلا بدل ما بيدفع 100 جنيه يدفع مثلا 150 جنيه. ده سيمبلي كده الاب سيلينج والكروس سيلينج، عشان ناس كتير جدا كانت بتسالنا عليهم. يمكن دول من اكتر التو اكسبريشن المشهورين جدا في مجال الدعايه. دمتم سالمين. كان معاكم احمد عز، وتابعونا كل يوم خميس بننزل حلقه جديده على قهوه المناديب. شكرا لكم.